السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي أقولك على طريقتي الناجحة في عمل البيتزا، وازاي تطلعي العجينة معاكي طرية والجبنة تشد معاكي لآخر الشارع. بجد هتبطلي تشتريها من بره. كمان هعلمك ازاي من كيلو دقيق أو كيلو وربع دقيق تقريبا هنعمل 12 بيتزا، وكمان هنعمل معاها ميني بيتزا. قبل ما نبدأ الطريقة بتاعتنا تعالوا نصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا هنا 5 كوبايات من الدقيق بما يعادل كيلو وربع تقريبا. نزلنا عليهم بمعلقة من الملح ومعلقة من السكر، والسكر ده أساسي عندي في استخدام المعجنات، بيخلي العجينة طرية جدا وناعمة ولونها فاتح. طبعا أنا هنا استخدمت الخميرة الفورية، الكيس اللي هو بيتخلط مباشرة مع الدقيق. بصراحة بحسه سهل جدا وبسيط وبينجز معايا قوي. طبعا بعد ما أضفنا الخميرة والسكر والملح هنقلب الخليط بتاعنا كويس جدا. بعد كده هنضيف المية تدريجيا. أنا تقريبا استخدمت 2.5 كوبايات من المية. طبعا كلنا عارفين ان نوع الدقيق بيختلف شوية في استخدام المية، في نوع دقيق بيحتاج مية كتير وفي نوع دقيق بيحتاج مية اقل، فانتي تزودي مية حسب ما تلاقي العجينة لمت معاكي. هنا خلاص بعد ما عجنت العجينة تقريبا لمدة 5 دقايق، العجينة خلصت معايا، بقت طرية جدا زي ما انتوا شايفين وناعمة قوي. طبعا بنغطيها ونسيبها 10 دقايق بس ترتاح. يعني بنريحها بس مش اكتر، مش بنسيبها تخمر يا بنات، ومش ضروري تغطيها دلوقتي. وهنا بعد ما سبت العجينة ترتاح معايا 10 دقايق، رشيت رشة كده من الدقيق تحت العجين لما اقرصه عشان خاطر لما يخمر معايا ما يلزقش في الرخام. ممكن تشتغلي على ترابيزة عادي، اي حاجة عندك، خشب، اي حاجة المتاح يعني عندك تشتغلي عليه. طبعا انتي بتقرصي العجينة حسب الحجم اللي انتي عايزاه، عايزة البيتزا وسط، عايزاها صغيرة، عايزاها كبيرة. انا قرصت هنا بالحجم ده. مش عايزه اقول لكم العجينه معايا طريه قد ايه وناعمه جدا في ايدي. وزي ما انتم شايفين قدامكم انا ما استخدمتش لبن ولا زبادي ولا اي حاجه. انا طريقتي بسيطه جدا جدا، وطالعه العجينه معايا بسم الله ما شاء الله. بجد المحلات بتعملها كده. طبعا عايزه اقول لكم كميه الدقيق بتاعتي، بصوا عملت لي 12 من البيتزا. هنا بقى انا قلت كده اكمل بميني بيتزا. الولاد عندي بيحبوها جدا. بصوا يعني قرصتها صغننه خالص كده، عشان طبعا عامله حساب اللي هي تخمر معايا فهتكبر. طبعا بسيبها بغطيها واسيبها نص ساعة بس. وكده بعد ما عدى نص ساعة بصوا كده العجينة خمرت معايا، وتقريبا كده اتضاعف حجمها زي ما انتوا شايفين. وهنا جبت الصاج بتاعي، والصاج ده دايما بستخدمه في عمل البيتزا، بيطلع معايا البيتزا مظبوطة بصراحة في السوا. ده الصاج بتاع البوتاجاز بتاعي. طبعا بدهنه كله زيت. وانا هعمل معاكم هنا بيتزاية واحدة يعني، وهعمل معاكم ميني بيتزا كمان. بصوا كده بعد ما انا بصوا ما بستخدمش اي حاجة في فرد العجينة، هي ايدي بس. بحاول اتحكم فيها في المقاس اللي انا عايزاه. ودايما بحب ان انا ارقق عجينة البيتزا شوية عشان تطلع معايا زي بتاعت بره. يعني بنشتريها من بره بتبقى خفيفة كده ورفيعة، مش بتبقى سميكة والعجينة فيها كتيرة. بصوا دي الميني بيتزا بتاعتي، بفردها بالشكل ده، مش بستخدم نشابة ولا اي حاجة، هي بايدي. طبعا هفرد الكمية كلها على الصاج دلوقتي قدامكم. الميني بيتزا كلها دي كمية الميني بيتزا اللي احنا عملناها مع بعض، تقريبا عاملين 9. لكن طبعا البيتزات 12 بيتزا، طبعا انا بعمل واحدة بس قدامكم عشان انا لو عملت بقى ال 12 قدام الكاميرا كده هنقعد 3 ايام مع بعض يعني، أو اسبوع يعني. فكده يعني ايه، كفاية واحدة قدامكم بس بوريكم انا بعملها ازاي. طبعا بقى بدهنها كلها كده صلصة، والصلصة اللي عندي دي جاهزة. بصراحة انا استخدمت الصلصة اللي هي بسبكها عادي على البوتاجاز. لا لقيتها لا مش مدية طعم بره. اللي هتديكي طعم بره الصلصة المعلبة، دي اللي انا بستخدمها دايما. بجد بجد يعني بصوا يا بنات، اعملوا الطريقة دي. بجد هتعتمدوها وهتطلع معاكم احلى من بتاعة المطاعم بجد.
يعني هتوفري كتير جدا جدا جدا. بصوا كده بعد ما اديت لها طبقة من تحت كده من الصلصة، هبدأ بقى اوزع عندي الخضروات اللي انا هحطها. طبعا اساسي معانا الفلفل. هنا انا استخدمت الفلفل الكوبي عشان خاطر اضمن بس اللي هو يكون بارد ومش حراق عشان خاطر الولاد. طبعا كلنا عارفين الفلفل العادي دلوقتي انا اوقات كتيرة اشتريه بارد الاقيه برضو حراق، فقلت عشان خاطر اضمن بفلفل كوبي على طول. انتي طبعا بتقطعيها يعني على قد ما تقدري تصغري. انا هنا كنت مستعجله وعامله كميه كبيره فكنت بحاول انجز على قد ما اقدر. طبعا انا هوزع هنا كده على الميني بيتزا برضو فلفلايه كده ولا فلفلتين يعني في كل واحده. طبعا كل اللي انا هحطه في البيتزا هحطه برضو على الميني بيتزا. ودايما انا بحب اكتر الخضروات في البيتزا بتاعتي، يعني بحس اللي هي كده بتبقى غنيه بالفيتامينات وكمان بتشبع جدا. يعني بيتزاية واحدة من دي مش عايزة اقول لكم، يعني انا لما باكلها ما بقاش قادرة اكل حاجة بعديها خالص. بجد بتشبع جدا. وطبعا موفرة قوي، انت لو حسبتيها كده هتلاقيكي يعني مقارنة بالبيتزا اللي بنشتريها من بره موفرة كتير جدا واحلى ونظافة وطعم، يعني احسن بكتير من بره. بصوا طبعا هنا انا ضفت الطماطم برضو وزعتها كده في الحتة الفاضية بعيدة عن الفلفل شوية. انت طبعا تقدري توزعيها بالشكل اللي يعجبك. هحط برضو من الطماطم على الميني بيتزا. تقدري طبعا تستخدمي فلفل الوان كمان، فلفل اصفر، فلفل اخضر، فلفل احمر. تقدري بقى تلعبي في حتة الخضروات دي زي ما انت عايزة يعني. بتحبي اي حاجة تضيفيها، لكن انا بوريكي الطريقة بتاعتي اللي انا بعمل بيها دايما بالشكل ده. طبعا هنا بتضيفي الزيتون المخلي برضو بتوزعيه كده على البيتزا بتاعتك. طبعا اي زيتون متوفر عندك، يعني عندك زيتون اسود، حتى لو زيتون مش مخلي على فكرة ممكن ان انتي تقطعيه كده بالسكينة قطع برضو وتضيفيه. يعني البيتزا يا بنات مش يعني مكونات بتبقى موجودة عندك في البيت، مش لازم اللي انتي تعملي لها حساب قوي، اللي عندك حطيه. مش عايزة اقول لكم ان انا بيجيلي قرايبي من القاهرة ومخصوص عشان ياكلوا بيتزا عندي. بجد والله اول ما بيجوا بيطلبوا مني البيتزا على طول. بصوا هنا انا كان عندي صوابع من الكابوريا في التلاجة، قطعتها طبعا قطع، شوحتهاش على النار ولا اي حاجة، قطعتها زي ما هي. وبالمناسبة صوابع الكابوريا دي بتتقطع متلجة، يعني بتبقى في التلاجة بتطلعيها من التلاجة على طول تقطعيها كده عشان ما تفكش منك. طبعا بتدي طعم جميل قوي للبيتزا بتاعتي. طبعا انت ممكن تستخدمي صدوق، تستخدمي لحمة مفرومة، بس خدوا بالكم الصدوق او اللحمة المفرومة لازم ياخدوا تشويحة كده على النار الاول قبل ما يتحطوا على البيتزا. لكن انا بالنسبه لي صوابع الكابوريا دي ما بتتشوحش، تتحط على البيتزا وهي بتستوي بسرعه في الفرن مع البيتزا يعني. طبعا وزعت منها كده على الميني بيتزا بتاعتي. طبعا انا مولعه الفرن من 10 دقايق، هدخلها دلوقتي تاخد 5 دقايق بس ونطلعها. وبعد 5 دقايق بصوا كده يا دوبك يعني العجينه مسكت معايا من تحت او بقت نص سوا. هبدا اضيف الجبنه الموتزاريلا بتاعتي. يبقى احنا يا بنات ما بنضيفش الجبنه الموتزاريلا واحنا بنحط الخضروات والمكونات، لا، احنا بندخلها الفرن تبقى نص سوا وبعد كده نضيف الجبنه الموتزاريلا. ودي الحاجه اللي بتخليها تشد معانا عشان لو غابت في الفرن ما بتشدش. بصوا كده انا هنا استخدمت نوع الجبنه الحمد، ودايما بستخدمه هو والاطباء. بصراحه يعني بيدوني نتيجه تحفه في المطه والطعم. بصوا كده ببدأ بقى اضيفها طبعا وبركز على المنطقه اللي في النص. ببدأ اوزع الجبنه بتاعتي، وحاولي تكتري الجبنه شويه عشان خاطر بتنجح معاكي البيتزا جامد يعني. طبعا بقى بعد ما اضيف الجبنه الموتزاريلا هضيفها على الميني بيتزا برضو حاجات بسيطه قوي. طبعا يا بنات هي كده خلاص اخدت معانا نص سوا، يعني يا دوبك هندخلها الفرن 5 دقايق كمان
ونحس اللي هي من تحت خلاص لونها كده ابتدى يبقى ذهبي، وهنروح على طول مطلعينها على الشبكة فوق دقيقة واحدة، هتاخد معانا اللون البيتزا الجميل اللي من فوق. وبجد بجد يعني هتطلع معاكم روعة. بصوا كده، يعني انا عندي ضمير قوي يعني في توزيع البيتزا. بصراحة انا اسرع من كده يعني، بس ايه يعني ماشية معاكم خطوة بخطوة. بصوا كده، يعني ما بخلتش على الميني بيتزا كمان، يعني قلت لا هي ملهاش نفس، يعني نعم صغننة يعني، بس لازم يكون لها نصيب معانا يعني. كده خلاص هنرجعها للفرن. وكده خلاص خلصت البيتزا بتاعتي وطلعتها من الفرن. وقلت كده نقطع البيتزاية اللي عملناها مع بعض الاول ونشوف العجينة بتاعتها. مش عايزة اقول لكم العجينة طرية قد ايه، مش عايزة اقول لكم الجبنة حتى وانا بقطعها بتشد معايا قد ايه، يعني اكيد واضح عندكم في الفيديو. بجد يا بنات يعني هتبطلوا تشتروها من بره وهتوفروا كتير جدا. بصوا كده القطعة طالعة معايا عاملة ازاي، العجينة ماسكة نفسها وطرية في نفس الوقت، وكمان الجبنة بتشد معايا قوي. طبعا هنشوف دلوقتي بقى الميني بيتزا اللي احنا عملناهم برضو. بصوا بصوا العجينة معايا عاملة ازاي، تحفة جدا، هتعجبكم قوي. ولو انت لسه مش عندي على القناة اضغطي لايك واشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد.